اكتشفت ان انا بعمل الممبار بطريقه غلط. طول عمرنا بنعمل الممبار بطريقه غلط. كتر خير اللي اخترع الوصفه دي بجد، يعني الطريقه دي حلوه جدا جدا. هنعمل الممبار بدون ما يفرقع منا. الناس اللي بتشتكي ان الممبار بيفرقع في الميه وبيملى الحله رز وكل الكلام ده، النهارده بجد هنعمله بطريقه سهله جدا. اولا مش هياخد منا وقت كتير في المطبخ، وهتطلعي احلى ممبار واحلى طريقه. لايك بس وشير كده واشتراك، يلا وتفاعلوا مع الفيديو. وتعالي هنقول مع بعض احلى مقادير بجد، وهقولك على المقادير المظبوطه لكل كيلو من الممبار. ويلا بينا نصلي على الرسول. اول حاجه انا هحط كيلو من الممبار، او هعمل كيلو من الممبار. طيب هناخد قد ايه؟ هاخد معايا 3 بصلات كبار مبشورين بالمبشره. عندنا كمان 4 قرون من الفلفل، 3 اخضر، وقرن واحد من الحامي علشان لو عندك اولاد طبعا. عندي كمان جزره كبيره بشرها بالمبشره رفيعه جدا بالشكل ده، وبتدي تيست عالي قوي وطريقه حلوه قوي. عندنا كمان 3 ربط من الحزم اللي هو الخضره. طبعا حابه ان انت تكتري فما فيش مشكله، انا باخد نص الخضره والنص التاني بحطه او بضيفه بعد ما بقلب الخلطه. عندي كمان هنا كوب كامل من الصلصه اللي هي معموله في البيت، اللي انت مخدعاها في البيت. حابه ان انت تحطي 4 معالق من الصلصه الجاهزه مفيش اي مشكله. عندي كمان كيلو من الطماطم فرمان نص فرمه. يعني ايه؟ يعني انا يا دوبك بعمل يعني بتكي كده على الزرار حوالي ثانيه وافصل، وابدا ان انا اسيبه مقطقط كده. يعني ايه؟ مش مهروس قوي. وكل كيلو من الممبار بياخد قصاده كيلو من الرز. يعني كل كيلو من الممبار معروف علشان ما يفيدش منك رز كتير وخلطه كتير، فاعتمدي على طول ان انت كل الممبار بياخد قصاده كيلو من الرز. هنحط بقى حوالي نص كوب من الزيت، والزيت هنا مهم جدا عشان بيسهل معايا الحشو في الممبار ويخليه يتحشي بسرعه. نحط بقى التوابل بتاعتنا. عندنا معلقتين كبار من الملح، وهنحط كمان معلقه كبيره من السبع بهارات، وده مهم جدا علشان الطعم كمان. معلقه كبيره من الكمون، وكمان معلقه كبيره من البابريكا. عندنا كمان نص معلقه من الشطه، وانا حطيت هنا الشطه بديل الفلفل الاسود علشان طبعا اللي عنده اولاد والاولاد ما بيستحملوش الحاجه الحاميه. هنقلب بقى الخلطه بالشكل ده بايدينا، اهم حاجه مش بالمعلقه، بايدينا كده. وابدأي بقى ان انتي اخلطيها كويس جدا. حطينا طبعا نص الكميه اللي احنا كنا شايلينها في الخضره، وهنعملها ني بني في حاجه كده خطيره. احلى ممبار ممكن تاكليه تعمليه بالطريقه ني في ني بدون ما تسبكيه. هنا عندي طبعا الممبار ده كيلو من الممبار انا مقطعاه وغسلاه كويس جدا. شطفته تاني تحت الميه، يعني انا غسلاه قبلها بيوم ونقعه. بحاول قدر الامكان ان انا اخلي الممبار بتاعنا تقطيعه واحد، يعني المقاسات بتاعته تبقى موحده بالشكل ده، ما يبقاش كبير قوي ولا صغير قوي. هبدا بقى ان انا احشي بدون قمع بايديا زي ما انتم شايفين كده. ببدا ان انا اجيب صوابعي الاتنين وافتح الممبار، ودي تعتبر اسهل طريقه ممكن تحشي بيها الممبار بايديكي بدون ما تحطي طبعا قمع ولا تحشي بغطاء ازازه ولا كل الكلام ده. جربي بس ان انت تحشيها، سهل جدا جدا وما بياخدش منك وقت كتير. يعني لو معاكي 10 كيلو من الممبار هتعمليه في حوالي ساعه. اسهل طريقه ممكن تحشي بيها الممبار هي صوابعك يا جماعه. احنا دايما شغالين بصوابعنا وشغالين بايدينا. خلصنا الممبار، وعلى قد ما نقدر ان احنا نقطع الممبار قبل ما بنحشيه بمقاسات موحده زي ما انتم شايفين. اهم حاجه كمان ان احنا ما بنحشيهوش قوي. يعني الممبار يا جماعه ما بيفرقعش كده يبقى مليان جامد كده، لا، لازم نسيب فيه فراغ، لان الرز طبعا لما بيستوي بينفش معايا وبقيه الخضروات اللي جوه، فمحتاجين ان احنا بقدر الامكان ما نحشيهوش قوي. عندنا بقى صينيه على النار او طاسه تيفال او اللي موجوده عندك. بنحط الصينيه على النار ونسيبها تسخن تماما، وبعد كده هننزل بقى بالممبار زي ما انتم شايفين كده. اول ما بننزل بالممبار بتكش نفسها، والمسام بتاعتها من الجوانب بتقفل، ولو في اي رز زياده هي بتخرجه، وكمان بتنزل كل الميه اللي فيها. فكده الحركه دي بتضمن لك 100% ان الممبار ما يفرقعش معاكي في الشوربه، ولا ممباره واحده زي ما هتحطيهم زي ما هتخرجيهم بدون ولا واحده ناقصه. حقيقي الطريقه دي حلوه جدا. كتير جدا كان بيشكي ان الممبار بيفرقع مني، الممبار كان بيتعجن مني لان كميه الرز كانت بتبقى طالعه كتيره جدا في الشوربه، وده بيحصل اكيد وحصل معانا كلنا، وكل الستات لازم تعرف ان دايما كنا بنعمله بطريقه غلط. من النهارده بجد هتتاكدي ان انت هتعملي الممبار بطريقه صح وتسويه مظبوطه. اهم خطوه بقى في الموضوع هي التسويه كمان على النار. عندي الميه بتاعتي بتغلي، او
دخلت على الغليان هنبدأ على طول ننزل فيها ببصلة وجزر وطماطم، عندنا كمان معلقة ملح، معلقة كبيرة من الكمون، وهنبدأ ننزل بالممبار بتاعنا. نزلي بقى الممبار وتسيبيه بدون ما تقلبيه تماما. بمعنى ايه؟ بعد ما الممبار بتحطيه ويبدأ في الغليان بتعدي بالظبط نص ساعة، وبتبدأي ان انت تحركي الممبار بتاعك. اهم حاجة ان الممبار بياخد ساعة وربع على النار. كتير جدا بيسأل او بيسألني الممبار بياخد قد ايه على النار. بياخد ساعة وربع. اي ممبار لاي كمية بتاخد ساعة وربع على النار بدون ما تحركي اي حاجة. اظبطي المنبه بتاعك او الساعة بتاعتك ساعة وربع، هتيجي تطفي الممبار تماما. انا طبعا هنا الممبار قعد ساعة وربع، بعد كده بخرجه. كمان بتعرفي تسوي ازاي؟ اول ما بتخرجي الممبارة كده بتدوسي عليها بايديكي زي ما انت شايفة كده، اتطرت معاكي او ايدك صوابعك دخلت جواها، اعرفي ان الممبار كده كمان استوى. هخرج بقى الممبار بتاعنا بالشكل ده، وشايفين ما شاء الله الشوربه يعتبر نضيفه جدا، ما فيهاش غير التوابل وحاجات بسيطه جدا زي الخضره اللي خارجه منها. ويعني لو حابه ان انت تشربي شوربه ممبار زي اللي بنشربها عند طبعا الراجل بتاع السمين وكل الكلام ده، فتقدري ان انت تشربيها بطريقه يعني نضيفه جدا، وبألف هنا وشفا بجد لكل اللي هيجرب الطريقه دي. هنجيب بقى الممبار بتاعنا ونبدا ان احنا نرصه في الصينيه. حابه ان انت تحمريه على طول مباشره مفيش اي مشكله، انا بحب ان انا احمره مره واحده. برصه في الصينيه بالشكل ده، وابدا ان انا احط عليه رشتين 3 من الزيت او نص كوب من الزيت على حسب الكميه طبعا اللي انت هتعمليها. بحطه على النار بيبدأ ان هو ياخد اللون، او بتدخليه الفرن. يعني انا السواي بحطه في الفرن كده وبقلبه مرتين 3 لحد ما ياخد اللون بتاع المظبوط. والسواي بتحطيه على النار من فوق وتبدأي ان انت تقلبيه لحد ما ياخد اللون اللي انت حباه، ويستوي من الجوانب وياخد اللون الاصفر اللي انت شايفاه ده او الذهبي. وبألف هنا وشفا بجد ليكي. احلى واسهل طريقه ممكن تعملي بيها الممبار، يعني هي الطريقه دي سهله جدا. اتمنى بجد ان طريقتي تكون عجبتكم، ومحتاجه منكم ان انتوا تقولوا لي بتشاهدوني من انهي بلد، ويا ريت نتفاعل شويه مع الفيديوهات يا جماعه. للكل اللي بيسمع الفيديو اتمنى بجد ان انتوا تتفاعلوا شويه مع الفيديوهات. طعمه خطير وريحته تحفه، وكمان لونه كده ما شاء الله ذهبي جدا. هو كان سخن على ايديا وانا بفتحها، ما شاء الله شايفين مستوي ازاي. الحشوه رائعه بجد والله يا جماعه. والله احلى طريقه بجد تقدري تعملي بيها الممبار هي الطريقه دي. كان سخني على ايدي بجد، وانا كنت هجنن واكل واحده بجد، لان انا بقالي حوالي 3 4 شهور ما عملتش ممبار، فدايما انا بعشق الممبار. لفيت بقى واحده بورقه كده، وحبيت بس ان انا اوريكم الحشوه قد ايه من جوه. لونها كده خطير بجد. واحلى طريقه ممكن تحشي بيها الممبار هي الطريقه او الطريقه اللي انا عاملاها، طريقه تعتمديها. واتمنى ان شاء الله ان الفيديو النهارده يكون عجبكم. لايك وشير بقى واشتراك، وباي باي.